دائما وابدا، نقولها دائما وابدا. يغارون من تاريخك، ينتظرون سقوطك، يحبون هزيمتك، يكرهون هيبتك، يشعرون بالنقص امامك. عظيم انت يا يمني. لم اشجع اليمن من اجل انتصاراتها ولن اتركها من اجل خساراتها. عشقت اليمن قبل ان اعشق بطولاتها، وان تركتها يوما ها انا ميت لا محاله. نحن لا نعرف البكاء، فقد علمتنا اليمن الفخر والوفاء. عذرا فيثاغورس، اليمن هي المعادلة الأصعب. عذرا نيوتن، اليمن هي التي تجذبنا. عذرا ديكارت، أنا أحب اليمن إذا أنا موجود. عذرا أديسون، اليمن هي مصباح العالم. عذرا روما، كل الطرق تؤدي إلى اليمن. عذرا روميو، اليمن هي حبنا الأول وستبقى إلى الأبد. اليمن سيد العالم، فإن كان حب اليمن داء فلا نريد له دواء، وإن كان حب اليمن زرعا فنحن له أرض وماء، وإن كان حب اليمن بردا فلتحيا أيام الشتاء، وإن كان حب اليمن دمعا فلا تقف يا عيون عن البكاء، وإن كان حبه شهادة فسجل يا تاريخ كلنا شهداء. فنحن عشقناها ليس للصدارة والانتصارات، فتبقى عشقها وحدها هي الصدارة. عندما يرتبط العشق بالجنون فيكون المقصد هو اليمن. هكذا هو لسان حال الجمهور اليمني، وإن شاء الله اليمن ستعود واقفة على أقدامها وتنتهي كل أوجاعها وآلامها وجراحها بحول الله تعالى. هنا الأهداف. ألف مبروك للمنتخب اليمني، ألف مبروك للكرة اليمنية، ألف مبروك لجميع الجماهير اليمنية. فرحة الفوز اليوم والتأهل بحول الله إلى الدور القادم بانتظار اللقاء القادم، وأيضا فرحة منتخب الناشئين اليمني الذي فاز وبجدارة يوم أمس برباعية نظيفة على منتخب ماليزيا. إذا كنت أنا معكم المعلق الدكتور لاوي نبيل الكردي.